خوتي الاعزاء، السلام عليكم. كارلوس كيروش هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني. المدرب البرتغالي يبدي موافقة للفاف على العروض اللي قدمتها له. بالنسبة لحالي جوج خوتي تم استبعاده من قائمة اللي دارتها الفاف بعد ما دارت اللجنة اللي مختصة في تعيين مدرب خاص بالمنتخب الوطني الجزائري. وكما قلت في أول الفيديو، كارلوس كيروش هو المدرب الوحيد الذي أبدى الموافقة. وفي ظل الأخبار الكاذبة اللي انتشرت في اليوتيوب ارتأيت أني ما نديرش فيديوهات حتى نتأكدوا من الأخبار ويجونا الأخبار من المصدر الرسمي اللي هو الفاف. وفي نفس السياق جمال بلماضي يطالب بالفاف باش يعطولو دراهمو والمستحقات ديالو، وفي حال ما طوهملوش راح يتوجه للفيفا. وبالنسبه للخطوه اللي دارها بالماضي من منظوري الشخصي نشوف باللي هو عنده الحق. والتعليقات ديالكم راح نقراهم، اعطوني التعليقات ديالكم والاراء ديالكم في واش دار جمال بالماضي، اسكو عنده الحق ولا ما عندوش. ونزيدوا عفسه واحده اخرى خاوتنا العزاز، المدرب حاليا ما نقدروش نقولوا راه مدرب 100%، فقط ابدى الموافقه للفاف ومازالهم يتبحثوا في بعض الامور اللي منها الرواتب وكتاش يخدم وكيفاش يخدم وعلاش هذا واش كاين. اعطوني رايكم في التعليقات. والناس اللي تقول لي درت فيديو خفيف، خير الكلام ما قل ودل. انا ما نديرلكش ساعه ونبقى نعاود في الهضره في باطل. زوج دقائق نكمل الفيديو. خوتنا الاعزاز، ديروا لنا جام للفيديو هذا، ربي يحفظكم، واعطونا رايكم في التعليقات. اهبطوا لتحت ديروا جام وربي يخليكم، ما تنسوش الاشتراك.